لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بدايتها: ما تقرب إلي عبدي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه البدايات، هذه العبودية تاع البداية. لما تتحقق بهذا الطاعة التامة، التقوى التامة من جهة ترك المعاصي. الآن يبدأ جانب النوافل، والنوافل كما ذكرنا في الدروس السابقة، هنا المقصود بها ليس أنك دون المستوى لا، النافلة هي العبودية التي لم توجب عليك لأنها كبيرة أو ثقيلة أو عظيمة، فإذا ترقيت في المقام أوجبها عليك المقام. مثال: قيام الليل مع صلاة النهار التي نصليها، يعني من الأثقل، قيام الليل أم الصلاة العادية التي نصليها في النهار؟ قيام الليل، لأنها في جوف الليل أصعب على الناس. قيام الليل نافلة والصلاة في النهار واجب. لما أعطانا مولانا الصلاة الواجبة هذه من حيث هذه على قدرنا نحن، نجد بأن من خصوصيات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أصحاب علم الخصائص أنه واجبة عليه صلاة قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قالوا بأن هذه واجبة عليه. قلنا: هل هو وجوب تكليف أو وجوب تشريف؟ لا شك أنه وجوب تشريف. فكأنها كانت واجبة على الأمة فتحملها عنا صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت مندوبة بالنسبة لنا وهو تحمل وجوبها. فإذا الإنسان بلغ إلى مستوى من الكمال، من الاستقامة على قدم الشريعة، صارت واجبة عليه على مقتضى المقام أو الحال. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله يجعلنا منهم يا رب. هؤلاء الطائفة الذين هم معك من؟ دخلوا في قيام الليل. في البداية كانت ماذا؟ يا أيها المزمل قم الليل، كان وحده سيدنا صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت وطائفة من الذين معك. نعم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه. هذه المعية لا شك أنها معية ليست معية زمان ولا مكان، ولكنها معية حضرة، معية حضور معه صلى الله عليه وآله وسلم في مقامه، في حاله، في اتباعه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الرفقة الربانية، الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن